الكابتن هاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم امبارح في بودكاست بيصرح تصريح بيقول ان طموح المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية الجاية الصعود الى نصف نهائي البطولة. يا كابتن هادي، انت عايز توصل ايه للمدرب واللعيبة؟ يعني ايه منتخب مصر طموحه نص النهائي؟ ونص النهائي زي دور الثمانية زي دور ال16؟ ايه الفرق؟ منتخب مصر صاحب اكبر فوز بالبطولة ب7 مرات يروح يلعب على قبل النهائي؟ ده اقصى طموحه؟ لازم نروح نلعب على البطولة يا كابتن. احنا منتخب مصر، يعني ينفع منتخب المغرب او الجزائر او السنغال او غانا او نيجيريا او الكاميرون رئيس اتحاد الكورة يطلع يقول ان اقصى طموحنا اللي احنا نوصل لنصف النهائي البطولة؟ يا كابتن احنا مصر يا كابتن. احنا معانا محمد صلاح احسن لاعب في الدوري الانجليزي، معانا عمر مرموش بيلعب في مانشستر سيتي، معانا تريزيجيه، معانا زيزو، معانا امام عاشور، معانا مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي. احنا مصر صاحبة التاريخ والبطولات، احنا اكبر منتخب محقق البطولة، نروح نلعب على قبل النهائي؟ اللعيبة بتديلها مبرر يعني والمدرب؟ ده احنا مع كيروش وصلنا للنهائي وما كناش بنلعب كرة حلوة. هنروح نلعب في المغرب في ارض عربية عشان يبقى طموحنا نوصل لقبل النهائي؟ وده رئيس الاتحاد الكرة المصري. هي دي الناس اللي ماسكة الكرة في مصر، عشان كده هنفضل تحت، عمرنا ما هنتقدم ابدا في الكورة طول ما الناس دي ماسكانا.